أخبار المشاهير الآن. ونبداو حلقتنا لنهار اليوم بملكة جمال الوطن العربي الفنانة اللبنانية الديفا هيفاء وهبي اللي أحيت سهرة ليلة السنة لسنة 2024 في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ظهرت بإطلالة جد رائعة وفاتنة وجلبت لها الأضواء. وتحت هاشتاغ ملكة الأناقة الديفا اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة رائعة بفستان سهرة طويل باللون الأحمر مرتدية معه قفازات طويلة باللون الأحمر مع تسريحة شعر مموج، بالإضافة إلى مكياج ترابي زادها جمالا ورونقا، حيث أحيت هذه السهرة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وكان حضور جماهيري غفير لكل محبي الديفا اللبنانية هيفاء وهبي. أما بالنسبة لإطلالة نجمة الوطن العربي الأولى اللبنانية إليسا، فقد ظهرت بفستان سهرة طويل، حيث اختارت هذه المرة اللون الأسود وأضافت له أيضا قفازين بنفس اللون طويلين، وتسريحة الشعر كانت الويفي مع ميك اب ترابي خفيف كان متناسق مع الإطلالة، واختارت من الإكسسوارات عقد ألماس خفيف، حيث ظهرت اللبنانية إليسا مع نخبة من فنانين الوطن العربي من أجل إحياء سهرة ليلة رأس السنة لسنة 2024. أما نجم ستار أكاديمي الفنان المصري محمد عباس، فنزل صورة عبر حسابه الخاص على إنستغرام بإطلالة جد عادية بالقرب من شجرة الكريسماس، وأرفق الصورة بدعاء وقال: يا رب تبقى سنة سعيدة علينا وسنة انتصار لأهل فلسطين يا رب، مع هاشتاغ محمد عباس من مصر. أما بالنسبة للفنانة المصرية فيفي العبدو والراقصة الأكثر شهرة في الوطن العربي، فأطلت على فانزها ومحبيها بهذه الإطلالة الرائعة، وأرفقت الصورة عبر حسابها على الإنستغرام بهذه الكلمات: كل سنة وأنتم طيبين يا أحلى فانز، وعلي لي بحبكم قوي، يا رب يجعلها السنة زي الفل عليكم يا رب. 5 مضاعفة قبولات لكل فانزها من كل الوطن العربي. بالنسبة لرمضان 2024 في الساحة الفنية الجزائرية، الفنانة الجزائرية منال الحدلي راح تكون غائبة، حيث صرحت منال الحدلي بأنها راح تقود جولة فنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وراح يكون بينها وبين الفنانة الجزائرية حسيب عمرو شديو باللهجة القبائلية. وأضافت أيضا حدلي أنها قررت تغيب عن رمضان به تكون مع عائلتها في هذا الشهر الفضيل، وقالت أيضا: قررت نغيب هذا رمضان به نكون مع عائلتي شهر في العام على الأقل، وأتمنى التوفيق لبنت بلادي كنزة مرسلي في فوازير رمضان على قناة سميرة تيفي. كما انضم أيضا عدد من الممثلين لمختلف السلسلات الرمضانية لرمضان 2024، ومن بينهم الممثل الجزائري يوسف سحيري لمسلسل انتقام الزمن، والممثل محمد خساني لمسلسل حق ضايع. أما حكيم زلوم فانضم لمسلسل البطحة، والممثلة أحلام قواسمي لمسلسل قصة حياة. والأكثر جدلا هذا الأسبوع المؤثرة الجزائرية سارة حنانة، حيث نزلت ستوري عبر حسابها الخاص على الإنستغرام وهي ذاهبة لوضع حد لحياتها، حيث هذا الستوري وضعها في جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعها محل انتقادات عديدة. لحقت المفترق طرق في حياتي، راني حنروح نرمي روحي، خلاص لحقت المفترق طرق، مانيش قادرة نزيد نحمل أكثر من هكا، إن شاء الله ربي يسمح لي، ادعولي ربي يسمح لي. وسنة 2023 كان ختامها مسك، حيث دخل القفص الذهبي الممثل الجزائري والمؤثر أنيس تينا بحضور ثلة من الفنانين والمشاهير الجزائريين. كما أعلنت أيضا الزميلة إيمان صحراوي الصحفية ومنظمة الإيفنتات خطوبتها من رجل أعمال زكريا.